النهارده عندنا اخر يومين في كاس العالم. يعني بعد اليومين دولت كاس العالم هينتهي. قبل بس يا جماعه نبدا حلقه النهارده، عايز اتكلم في كذا حاجه مهمه جدا. كل حلقه يا جدعان هتشوفوني قاعد هنا او مش قاعد، يعني واقف هنا بالباك جراوند ده، اعرفوا ان احنا مش جايين نلعب جيمنج بقى والكلام ده، احنا جايين نتكلم وبالذات في الكوره. المهم من غير ما اطول عليكم، لايك سبسكرايب ويلا بينا نخش في اخر يومين لكاس العالم. نبتدي بماتش كرواتيا والمغرب اللي بيتنافسوا على المركز الثالث. هل يفعلها كرواتيا لنوعا ما عمل احسن منها زي النسخه اللي فاتت لما جاب المركز الثاني، ام هل يفعلها المنتخب العربي المغرب يكون اول برونزيه في تاريخ عرب وافريقيا؟ ده اللي هنشوفه يوم 17. لو جينا نركز في اسلوب لعب كرواتيا هنلاقي ان هما يا بيكسبوا مرتاحين ب 2-0 3-0، يا بيلعبوا 120 دقيقة ويروحوا ضربات الجزاء. ولو جينا نبص برضو ناحية المغرب هتلاقي انها تقريبا نفس الفكرة، يا بيكسبوا مرتاحين 2-3-0، يا بيلعبوا 120 دقيقة ويروحوا ضربات جزاء. فانا توقعاتي ان ماتش كرواتيا والمغرب على المركز الثالث هيخلص 1-1 ويروحوا ضربات جزاء. وبالنسبة للفايز فانا اظن المغرب مع الحارس الاسطوري العالمي، افضل حارس في العالم حاليا، ياسين بونو. ولكن يا جدعان ده مجرد توقع، ممكن يحصل عكس كده تماما يعني، بس ان شاء الله ده اللي يحصل، المغرب يجي في المركز الثالث. وبالنسبه كان الحصان الاسود فاظن المغرب حسمها، والحصان الاسود هو المنتخب المغربي لكاس العالم 2022. كده احنا خلصنا من يوم 17، نخش على يوم 18 واليوم الاخير في كاس العالم، فرنسا والارجنتين. ماتش صعب جدا، صعب تتوقع الفائز، صعب تتوقع النتيجه. هل يفعلها امبابي للمرة التانية على التوالي ويكسب كاس العالم في عمر 23 فقط، ام ميسي يختم مسيرته الكروية ويكسب كاس العالم وياخد البالندور الثامنة في تاريخه؟ انا متوقع هنشوف ماتش نار، ودي حاجة كلنا متوقعينها. اتمنى طبعا ان ميسي يختم مسيرته بكاس العالم، ولكن ده هيعمل مشكلة صغيرة، ان هو ممكن بعد ما ياخد كاس العالم يوم 18 يعتزل بعديها وما نشوفوش تاني مع باريس او مع برشلونة او مع اي فريق. ولكن المهم ان ميسي يختم مسيرته الكروية بكاس العالم، اللي هو زي ما بتقال كده الفرصة بتجيلكش غير مرة واحدة، وميسي ما شاء الله جات له الفرصة مرتين، واحدة ضاعت منه بسبب الحيوان اللي اسمه جوين، ربنا يسامحه يا رب. ودلوقتي انت عندك الفرصة التانية فاستغلها صح واكسب. انت هتلاعب فرنسا، اقوى منتخب تقريبا اخر 20 سنة، ولكن انت معاك الاسطورة ليو ميسي، واللي ممكن نتفاجئ منه ان ميسي دلوقتي حرفيا بيلعب باصابه، والاصابه دي خطيره، مش اي اصابه وخلاص، اصابه في العضله الخلفيه رجله الشمال، واللي ممكن تخلي الماتش صعب عليه. ولكن زي ما ابهرنا بالاصابه ضد كرواتيا، ان شاء الله يبهرنا بالاصابه ضد فرنسا وياخد كاس العالم يروح بيته. فكره بس انك تشوف ميسي واخد كاس العالم دي حاجه اسطوريه. لكن عايز اقول لك، هو لو خد كاس العالم فده هيبقى اول لاعب في التاريخ يحسم البالندور للسنه قبل ما السنه نفسها تبدا. يعني هو لو خد كاس العالم كده هو ضمن بالندور بتاع 23 لسه ما بدأناهاش، احنا لسه في 22 يا رجاله. فاتمنى ده اللي يحصل، وبالتوفيق طبعا لفرنسا والارجنتين. وان شاء الله برضو ميسي يختم مسيرته الكرويه اكتر لاعب سجل، اكتر لاعب صنع، اكتر لاعب خد رجل المباراه، وياخد كاس العالم. يا سلام بقى لو قفلها بقى مع تشامبيونز ليج كده مع باريس وخلص بالبالندور وخد بوشكاش اورد في الاخر، يا سلام. يعني ختم كرة القدم وحط على رونالدو خلى رونالدو ما يتقارنش بيه اصلا نهائي. يعني المقارنة كانت في الاول دي ننساها، ميسي الاعظم في التاريخ. انا بس ليه سؤال خفيف، سؤال يعني صغير جدا. الناس اللي كانت فاكره ان رونالدو ممكن يحقق كاس العالم مع البرتغال معاها كام كاس عالم في تاريخها كله؟ 0. فما تجيش تتوقع ان رونالدو في عمر 37 سنه اللي هو غالبا منتهي، هو عارفين بينزل الملعب ما بيأديش حاجه، ده لو جاب جول الناس بتفرح ان شاء الله بينالتي يا عم. فازاي متخيل واحد 37 سنه مش في البرايم بتاعه، منتهي على وشك الاعتزال، انه يكسبك كاس العالم، واصلا منتخبك ما عندوش ولا كاس عالم قبل كده؟ دي حاجه مستحيله. لكن ميسي هو دلوقتي جوه برايم من برايمات بتاعته، الفرصه جات له مرتين، ومنتخبه اوريدي معاه 2 كاس عالم، وده سادس فاينل يوصلوا له، فقال لي يمنعه؟ ده مش بس البرتغال معاها 0 وورد كاب، عمرهم ما وصلوا فاينل وورد كاب، فما بالك لو وصل؟ اكيد مش هيأدي حاجه، ما عندوش الخبره انه يكسب. ولكن خلاص خلينا نبعد البرتغال ورونالدو عن الموضوع ده، لان هم اوريدي طلعوا وروحوا بلدهم. خلينا في المهم دلوقتي، ماتش يوم 18 فرنسا والارجنتين ان شاء الله هيلعبوا 90 دقيقه مش 120 دقيقه، 90 دقيقه بس، والارجنتين هتكسب وتاخد كاس العالم 2-1 للارجنتين. وخليكم فاكرينها، اصل انا ما بخطاش، انا توقعت ان المغرب تكسب 1-0 على البرتغال وحصل، توقعت فرنسا تكسب انجلترا 2-1 وحصل، توقعت فرنسا انها تكسب المغرب 2-0 وحصل. غالبا
اغلبنا عرف يجيب توقعات صح، ولكن الكاس العالم ده كان كله مفاجآت حرفيا، يا اما ناس تخسر يا اما ناس تغلب بارقام خزعبليه. يعني مثلا ايه، اكيد ما حدش توقع ان البرازيل وسويسرا ب 6-1، واكيد برضو ما حدش توقع ان البرازيل تخسر من كاميرون. كاس العالم السنه دي روعه 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 فنيا، مفاجآت ما بتخلص. فبعد ما قلت لكم يا جدعان اللي هيحصل يوم 17 يوم 18، فننهيها كده. المركز الرابع كرواتيا، المركز الثالث المغرب، اول برونزيه في تاريخ العرب وافريقيا، المركز الثاني فرنسا، والاول البطل لكاس العالم وهو الارجنتين. بس يا جدعان اشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله بعيدا عن الجيمنج في هذا المكان الروعه. متنسوش يا جدعان اللايك وسبسكرايب لو عايزين حاجات زي كده كتير نتكلم فيها عن الكوره عموما ونحلل ماتشات ونتوقع ماتشات. بس نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله يا جدعان، سلام.